السلام عليكم حبايبي. اليوم وصفتنا تشريب اللحم الأحمر العراقي. محضرة جدر مسبقا وحاميته على النار، خليته محضرته، خليت عليه ملعقة من زيت الزيتون أو أي زيت تحبونه. بعد ما حمى الجدر عندي أضيف قطع اللحم. هاي الإضافة هاي الفقرة حتى تعطيني نكهة للحم، إنه أنا أريد أقليه قبل ما أضيف له المي، وأبدي أحمس اللحم. من ضفت قطع اللحم راح أبدي أحمسهم وإلى أن تكون منظر اللحم بهاي الطريقة، على مود ينطي نكهة للتشريب كلش طيبة، قبل ما أضيف أي مادة سائلة. بعد ما حمستهم اللحم وكان بهالطريقة هاي، أضيف بعد الماء المغلي. هنا أبدا ما أخلي مي بارد، على مود عندنا اللحم يستوي. بعد هذا خليت الماء المغلي، خليت إلى أن المي يكون يغطي عندي اللحم على مود يستوي. بعد ما ضفت المي راح أخليه على النار، وإذا فار عندي المي ابدوا هنا، إذا أكو بيه زفرة للحم ابدوا قشوها. هنا عندي فار المي، خليته تقريبا ربع ساعة إلى أن نشف عندي المي، وكان شكل اللحم بهالطريقة هذا، كأنه شلون ما حمسته بالبداية فصار شكله هيجي حلو لأن أنا حمسته. بعد ما نشف عندي المي راح أضيف هنايا إذا عندكم احتاجيتوا زيت خلوا زيت، أنا هناك اكتفيت ما خليت زيت. أضيف هنا روس البصل أنا أحب البصل، إذا عندكم بصل صغار نظفوه وخلوه بهالشكل، لا تقطعونه، على مود من يفور بالجدر لين ينفتح البصل تبقى هاي الروس نفس شكلها. فأنا مجرد بس نظفتهم وخليتهم. وبعد خليت قطعة من البوتيتا هنايا. طبعا إضافة البوتيتا هنا اختيارية، لكن أنا أحب أضيفها على مود تعطي تثخين للتشريب. وهنا بديت أحمس المواد مع بعضهم. بعد ما حمستهم هنا ضفت الثوم. ضفت الثوم هنا ما راح يكون بها طعم، بس مجرد انه ما تبقى اي زفاره باللحم. وضفت هنا طبعا بسمارين من القرنفل، على مود راحة التشريب تكون كلش طيبه، بس لا تكثرون لان الكثره ما تكون طيبه. هنا ضفت ليمونتين من النومي الاسود، نومي بصره خليت 2، وانتم بكيفكم، بس هنا كلش كافي هاي كميته. وخليت هنا الفلفل الاسود. طبعا اني كل بهارات ما ضفت، اكتفيت فقط بالفلفل الاسود والقرنفل، وخليت فصين من الثوم. وهنا بديت احمس. بعد ما حمست الجدر وطبعا طلعت ريحه المواد مع بعضها، ابدي هنا اخلي ملعقه، لكن ملعقه شوي اخليها مليانه من المعجون، وابدي احمس المعجون. هنا خليت على سطح المعجون، بديت احمسه الى ان تطلع ريحه المعجون، بس لازم تنتبهون انه ما تخلونه ينحمس زايد على مود لا يحترق ويصير اسود. حمستهم مع بعضهم. طبعا انا بهالاثناء هذا انا محضره عندي الطماطة هنا اني خالطتها بالخلاط وضفتها. كثروا طماطة لان التشريب الاحمر كلش يحب الطماطة، دائما خلوا طماطة اكثر من المعجون. كثروا بالطماطة، مو مهم تخلوا المعجون، خلوا المعجون يكون قليل براحتكم، بس كل ما تكون طماطة تكون اكثر. طبعا اطيب. طبعا هنا بعد ما ما اضيف المي، ابدي دائما اخلي الطماطة تحمس ويا المعجون، يلا اضيف المي عليه. بعد ما حمس بهالطريقه هاي راح اضيف هنا كوب تقريبا عندي من الحمص اللي اني سالقته وضفته عليه، وبدا هنا تقريبا هم يحمس 5 دقائق. هنا بعدها راح اضيف عندي مي اللحم اللي بقى من عندي من ماء السلق، بقى عندي هذا المي ضفته إليه، وخليت هنا كذلك تقريبا مي دافي، وهذا شكله. بعد ما ضفت عليه المي هنا خليت حبتين عندي من الفلفل الأحمر اليابس، وراح أخليه يثور، أخليه على عين كلش عالية، بالبداية عالية. بعد ما صار 10 دقائق على نار عالية، هسه بديت أنا أخليه على نار وسط، وأضيف الملح، وتخلونه يهدر التشريب على نار وسط، وتخلونه تقريبا ساعة يهدر على نار أقل من الوسط. وهسه أخبره وخليته يهدر تقريبا على الأقل ساعة. وهذا شكل التشريب كان مالتنا كلش طيب، وانصحكم تجربوه، كان طعمه طيب كلش عجب العائلة. قدمته هنا ويا الرز. هاي وصفتنا حبايبي، أتمنى تعجبكم وتنال استحسانكم، وإذا عجبتكم الوصفة اللايك والاشتراك والدعم بالقناة. شكرا جزيلا.